سورة الرعد. وقال ابن عباس: كباسط كفيه مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها غيره كمثل العطشان الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن يتناوله ولا يقدر. وقال غيره: سخر ذلك متجاورات متدانيات، المثلات واحدها مثله، وهي الأشباه والأمثال. وقال: إلا مثل أيام الذين خلوا، بمقدار بقدر، معقبات، ملائكة حفظة تعقب الأولى منها الأخرى. ومنه قيل العقيب، يقال عقبت في أثره. المحال العقوبة. كباسط كفيه إلى الماء ليقبض على الماء، رابيا من ربا يربو، أو متاع زبد، المتاع ما تمتعت به، جفاء أجفأت القدر إذا غلت فعلاها الزبد، ثم تسكن فيذهب الزبد بلا منفعة، فكذلك يميز الحق من الباطل. المهاد الفراش، يدرؤون يدفعون، درأته دفعته. سلام عليكم، أي يقولون سلام عليكم، وإليه متاب توبتي. أفلم ييأس لم يتبين، قارعة داهية. فأمليت أطلت من الملي والملاوة. ومنه مليا، ويقال للواسع الطويل من الأرض ملا من الأرض، أشق أشد من المشقة، معقب مغير. وقال مجاهد: متجاورات، طيبها وخبيثها السباخ. صنوان النخلتان أو أكثر في أصل واحد، وغير صنوان وحدها بماء واحد، كصالح بني آدم وخبيثهم أبوهم واحد. السحاب الثقال الذي فيه الماء، كباسط كفيه يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا. سالت أودية بقدرها تملأ بطن واد. زبد الرابية، زبد السيل، خبث الحديد والحلية. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، غيض نقصة. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا معا قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. سورة إبراهيم. قال ابن عباس: هاد داع. وقال مجاهد: صديد قيح ودم. وقال ابن عيينة: اذكروا نعمة الله عليكم أيادي الله عندكم وأيامه. وقال مجاهد: من كل ما سألتموه رغبتم إليه فيه، يبغونها عوجا يلتمسون لها عوجا. وإذ تأذن ربكم أعلمكم آذنكم، ردوا أيديهم في أفواههم، هذا مثل كفوا عما أمروا به. مقامي حيث يقيمه الله بين يديه، من ورائه قدامه، لكم تبعا واحدها تابع، مثل غيب وغائب. بمصرخكم استصرخني استغاثني، يستصرخه من الصراخ. ولا خلال مصدر خاللته خلالا، ويجوز أيضا جمع خلة وخلال. اجتثت استؤصلت. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:
كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها ولا تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم، فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاه، والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تكلم؟ قال: لم أركم تكلمون، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال: أخبرني علقمة بن مرثد قال: سمعت سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ألم تعلم، كقوله: ألم تر كيف، ألم تر إلى الذين خرجوا البوار الهلاك، بار يبور بورا هالكين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء سمع ابن عباس: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال: هم كفار أهل مكة. سورة الحجر. وقال مجاهد: صراط علي مستقيم، الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه. وقال ابن عباس: لعمرك لعيشك، قوم منكرون أنكرهم لوط. وقال غيره: كتاب معلوم، أجل لو ما تأتينا هل لا تأتينا، شيع وللأولياء أيضا شيع. وقال ابن عباس: يهرعون مسرعين، للمتوسمين للناظرين، سكرت غشيت، بروجا منازل للشمس والقمر، لواقح ملاقح ملقحة، حمى جماعة حمأة، وهو الطين المتغير، والمسنون المصبوب، توجل تخف، دابر آخر، لبإمام مبين، الإمام كل ما أتممت واهتديت به، الصيحة الهلكة، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كالسلسلة على صفوان. قال علي: وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا، واحد فوق آخر. ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى، نصبها بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض. وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر، فيكذب معها 100 كذبة، فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن عكرمة
عن أبي هريرة إذا قضى الله الأمر، وزاد الكاهن. وحدثنا سفيان فقال قال عمرو سمعت عكرمة حدثنا أبو هريرة قال إذا قضى الله الأمر، وقال على فم الساحر. قلت لسفيان قال سمعت عكرمة قال سمعت أبا هريرة قال نعم. قلت لسفيان إن إنسانا روى عنك عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة ويرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان هكذا قرأ عمرو، فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان وهي قراءتنا.